مساء الخير عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال. معاكم منا من قناة وصفة ومعلومة مع منا سند. هشارك معاكم النهارده تتبيلة السمك المشوي. المكان اللي انا متواجدة فيه مش بيتبلوا السمك، اللي بتشوي السمك بتبعت السمك زي ما هو، وانتي بتتبلي في البيت بالطريقة اللي تريحك وتعجبك. فطبعا انا هعمل معاكم التتبيلة النهارده: ملح، ليمون، فلفل، طماطم، وده اختياري. طبعا اساس التتبيلة بتاع السمك المشوي هو الثوم والليمون والكمون والملح. احنا بقى بنزود فلفل حامي بارد، فلفل احمر، حبايه طماطم تيجي تستوي حلوه اوي للتتبيله بتاع السمك المشوي. ممكن نستغنى عن ده كله ونحط مع الليمون والثوم شبت وكزبره عودين كده، بتدي برضه تست رهيب جدا للسمك المشوي. فانت معاكي اكتر من طريقه واكتر من صنف تستخدميه في تتبيله السمك. ومعلقتين زيت، طبعا الزيت عشان خاطر بيعمل عازل ما بين السمكه واللحم بتاعتها. النهارده انا كنت طالبه سردين، وللاسف الشوي انا كنت طالباه للقليه بس راح للشوايه غلط. فمفيش اي مشكله، حبيت اشارك معاكم التتبيله. اهم حاجه بقى لو السمك بتاعك سخن هتنزلي بالتتبيله بتاعتك فيه على طول، انما لو ساقع هتسخني التتبيله الاول عشان السمك ما يبص منك. تمام. وبعد كده هنغطيه في كيس وتحتيه منه ورقه، وهنسيبه لحد ما يعرق اكتر، لحد نص ساعه كده عشان ياخد من طعم الملح والليمون. وبعد كده قدمته معاكم مع رز بالشعريه وسلطه وبصل بالليمون ومخلل. طبعا المخلل ده كنت عاملاه معاكم في اول ما فتحت القناه، من ما شاء الله من اول حبايه لاخر حبايه، كان ممتاز جدا وكان بقرش ما بص ولا اي حاجه، وما شاء الله ما قعدش منه حاجه عامه يعني. بس ده كان غدا النهارده وده كان فيديو النهارده، حبيت اشارككم كده حاجه بسيطه كده، وعشان ما اتاخرش عليكم بحبكم في الله، ومع السلامه.